كلام جميل لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. وهذا الإمام ممن يعني إلى الآن أقولها لكم وخذوا عني بالسند المتصل، إلى الآن لم يأتي مثله. إلى الآن نحن ما نقول لن يأتي، انتبهوا، لا نتألى على الله، لكن من عهده من أن مات رحمة الله عليه إلى الآن لم يأتي مثله في كرمه وسماحة أخلاقه و يعني ابتذاله للطلاب وهلم جمعت فيه خصال الخير. عن عبد الله بن المبارك قال الذهبي قال: جواد كريم مجاهد صائم قائم. ففي الأخير قال: جمعت فيه خصال الخير. هكذا نقول الشيخ ابن باز. وهذا ما نقوله عن فقط تعصب، لا، نحن نقوله عن واقع. يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما رائك من سمع. الذي يشاهد بنفسه ويعاصره. في أحد المرات صليت بجواري في المسجد الحرام وهو كتفي بكتفه، ولله الحمد هم بدون سابق موعد، فقط تيسير من الله. فكان رحمة الله عليه لا يفتر لسانه من ذكر الله، وأسأله سؤال ويجيب رحمة الله عليه، ثم يعود إلى ذكر الله وتسبيح الله وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ما كان ينشغل بالقيل والقال وهكذا التحريش، وأبدا حياته علم، حياته دعوة. هكذا نريد السلفيين. لا ينشغلوا بالصوفية، يحاربوننا، وهؤلاء يخدمون الصوفية ويخدمون الأشاعرة ويخدمون الإخوان المفلسين والتبليغ والسروريين، بدل أن يفرغوا أنفسهم لمواجهة الأحزاب الضالة ويسعون والعياذ بالله إلى ما يشتت الدعوة السلفية. طيب، لا نخرج من الموضوع. شيخنا الشيخ ابن باز أوصى بكتب، لذلك أنا أريدكم تسجلوها. الأخ جمال، هل معك؟ بارك الله فيك نعم شيخنا. جوالك، سجلها في جوالك إذا لم تأتي بكراس. عندي كرة شيخنا. أحسنت. سجل هذه كتب بها الإمام ابن باز رحمة الله عليه في التحذير من البدع. قال: نرشد إلى كتاب فتح المجيد 1، وكتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، فتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والبدع والنهي عنها للشيخ ابن وضاح رحمة الله عليه، والاعتصام للشاطبي رحمة الله عليه. كل هذه في التحذير من البدع. شيخنا الشيخ بن باز يقول: يكفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها.